طب انا بقى ايه اللي هعمل بمهاراتي؟ وفعلا عبد الله السعيد دماغ الدنيا كلها جنبهم اهو، جات له اهو. قال لك انا ونفسي بقى اخلص. راح وخد الراجل، خده وراح وبمنتهى الثقه، لمه تاني وراح حاجه حلوه قوي، لم طارق حامد مرتين والراجل رايح وعارف عاوز يعمل ايه. ادي الراجل اللي عنده المهاره، ادي الراجل اللي يخلص. ومن مباراه لاخرى بيقول عبد الله السعيد ان انا صفقه ناجحه جدا. وانا بسرعه ادي جده اهو ماشي جده ولعب الكوره ومعاه على طول سعد محسن، تخبط الكرة في ايده ويبدو ان الحكم ما شافهاش، انما اتلعبت الكرة جت منها ضربة ركنية. ضربة ركنية للنادي تلعبها. الله 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 الله، داخل اهو الراجل. ادي عبد الله يلعبها لجده ويخش عبد الله 1-1 ويصفر عباس وداخل ابو تريكه. والهدف الثاني للنادي الاهلي ابو تريكه من ضربه جزاء. ابو تريكه في الدقيقه 27 من زمن الشوط الثاني يتقدم الاهلي بهدف لابو تريكه من ضربه جزاء، و لعبها طبعا باقتدار. 2 الاهلي 1 سموحه. والاهلي 2 وسموحه 1. وادي وليد يلعبها هناك عند شهاب، يلم شهاب ويعدي وماشي ومديله الفرصه ويلف. يا ولد 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 يا جدو. هنا قلت لك جده ما يلعبش الا في عمق الدفاع الخصم، لا هنا ولا هنا ولا هنا. هو وجونيور قاعدين ملاخمين بعض. ادي شهاب يلم شهاب وهدف التنفس ومجهود كبير قوي قوي من شهاب، ويعدي بلال وخد فرصته والحكم مديله فرصته. بصوا بقى هو بيلطش، هو لطاش جده لطش هدف ثالث في وقت قاتل من يعني شهاب، عملها كويس قوي. وهو دي حتته، ما تودوش ولا هنا ولا هنا ولا ينزل ولا يرجع.